لما قلدنا الغرب وتخلينا عن جزء من مبادئنا قلنا ماشي، بس يا ريت يا جماعه يوم ما نقلدهم صح، بلاش نقلدهم تقليد سخيف اعمى. انتوا عارفين يا جماعه الفرق ما بينه وبينهم ايه؟ نقطه. هم شعب الله المختار، واحنا شعب الله المحتار. توكل على اللي خلقك، افتح رزق باب حياة، صدقني اللي خلقك شايلك حمل طوق نجاة، وجدك في الارض عشان تسعاله مش عشان تعصاه، قادر تكمل اسعى ليه تكسب رضا وحنان، يا موسع الارزاق ارزقنا يوم لقائنا خير، قراني يغرد في الصباح الملك لك كتير، شفت الحنان في ربك ازاي طعمه ملوش مثيل، يكتب لك رزقك في الحياة قبل ما تنزل تنير، عايش واهم نفسي من حياة بعيشها، وتلف الايام وترجع تاني يوم روتينها، مش لاقي فيها جديد غير ان اشوف مشاهدة رأيتها، لكن محادثات بماضي عقلي كان ثابتها. لو انت كنت متخيل اصلا. يتهيألي جه دور عشان نتكلم. اولا رحم الله امرأ عارف قدر نفسه، وانا عارف قدر نفسي كويس قوي. مش ده المقصد هو انك تسعى دايما، حقق طموحاتك في الحياة هتلاقي الراحة بينها، بوصف لك المستقبل شوف عدستك من عدلتها، صدقني مش مشكلتي ان ازغرب في مرايتها، كل الافكار اللي انا بوصفها ناقصها بس جولة، فشلك مش ضعف عشان تتحدى اليأس اعمل محاولة، مسيرك يوم هتنجح تبقى بطل رواية الدولة، وهتبقى في يوم حكايتك اجمل من قصص العتاولة. الواد اتغد على عقله شد، مش قادر يوصف احساسه لناس ملهاش في جد فازات، حياته مر على ناس تجر، ازاي يكون اساسهم مبني على امواج الشر، فتجذب من كل شخص قرب منه تعذب، محتاج الشخص المناسب وهيبقى عايش في تحسن.